كلنا كده بنعمل الكيكة وساعات بتفضل حتة او حتتين منها وما بنعرفش نعمل ايه. تقولي للواد خد حتة يقولك لا. طب هترميها هقولك لا. عايزين نستغلها ونعمل منها احلى والذ حلا في 10 دقايق وكمان اقل من 10 دقايق. هنعمل طبقات كيكة محشية مربى وكمان كريم شانتيه، حاجة كده تنزل في القلب، ترطب على القلب واحنا دايما شعارنا التوفير، يعني لازم نستغل كل حاجة. لو انتي اول مرة تشوفيني فانا ايمي، يا ريت كده تنوريني بلايكاتك وكومنتاتك اللي زي القمر. اول حاجة كده كان عندي بواقي كيكة عملتها مثلا من 5 ايام وفضل القطعتين دول. كل ما اقول لحد تاكل كيكة يقول لي لا، طب كوباية شاي وحتة كيكة لا. جننوني، فقررت كده استغلها واحولها من قطع كيكة لكبات محشية مربى، وكمان هزينها بالكريم شانتيه وكل الحاجات موجودة عندي في البيت. لو انت عندك البولات دول متوفرين، بعد ما قطعنا الكيكه هتبداي كده تعملي طبقه وما تكونش سميكه قوي. وطبعا لو مش عندك البولات هتجيبي اي صينيه عندك وهتبداي تعملي زي ما انا هعمل، مفيش اي مشكله. احنا مفيش حاجه توقفنا، احنا دايما بنتصرف واحنا ستات بيوت شاطرين قوي. بعد كده ما خلصت اول طبقه معايا ورصيتها في البولات، ولو مش متوفر عندك البولات هتستخدمي الصينيه مفيش اي مشكله. انا دلوقتي عايزه حاجه كده تخلي الطبقات مسكره او فيها طراوه. لو الكيكة يا ست البنات ليها فترة عندك والكيكة ناشفة، هنجيب معلقتين من اللبن ونقطة من الفانيليا ونبدأ كده نسقي بيها الكيكة، مفيش أي مشكلة. هتلاقي الكيكة بدأت تاخد الطراوة بتاعة اللبن وهتبقى طرية معاكي وجوسي. بس أهم حاجة ما تزوديش كمية اللبن. مش طبعا الكيكة بتاعتك لسه بخيرها ولسه طرية، هتعملي زي ما انا عملت، هتجيبي معلقتين من المربى وفي كل بولة هتبدأي كده تحطي طبقة رقيقة قوي من المربى. انا بحب طبعا مربى الفراولة لا غنى عنها طبعا، وانا عملت معاكم مربى الفراولة عملناها بطريقة سهلة وبسيطة، يعني مفيش اي حجة ليك يا ست البنات. مربى بنعملها بنخزنها من السنة للسنة، بتقعد معاكي ولا بيجرى لها اي حاجة. عملناها مع بعض، وكمان السنة اللي فاتت عملتها واكلنا منها في رمضان اللي فات، وكمان السنة دي عملتها معاكم. فيعني كده ملكيش اي حجة. بعد كده ما اخلص الطبقات هبدأ اقطع باقي كمية الكيكة وابدأ اعمل طبقة تانية على طبقة المربى. حبايبي ومتابعيني بيسالوني في الكومنتات هو ليه انا بحسك يا ايمي وانت بتتكلمي مش قادره تاخدي نفسك. انا حبيت ارد عليكم في الفيديو ده. انا عندي دور برد او كحه بمعنى اصح. طالما انا عندي كحه يبقى ما بقدرش اتنفس كويس ولا بقدر اتكلم. طيب هي الكحه مش هتمشي. الكحه لو جاتني في اول الصيف بتقعد معايا لحد اول الشتاء، جاتني في اول الشتاء بتاخد معايا اول الصيف، يعني بتاخد الفصل كله. مهما جبت ادويه ومهما حصل هي كده الكحه معايا لازم تاخد الفصل كله. كان عندي كريم شانتيه، فاكرين الحاله الاوريو؟ قلت لكم ان انا زودت كميه الكريم شانتيه عشان لسه هعمل حاله تاني. طيب انا بقى ما عنديش كريم شانتيه وما اعرفش اعمل كريم شانتيه. كوبايه كده حلوه من الكريم شانتيه الخام، عليهم 3 معالق من السكر وكوبايه ونص من اللبن الساقع. هضرب كويس جدا جدا لحد ما يتماسكوا معايا واسيبهم كده في التلاجة ياخدوا حوالي 10 دقايق لحد كده ما يبداوا يسقعوا معايا. طيب انا بقى ما عنديش كيكه بايته او مثلا كيكه ليها فتره عندي. انا عملت صينيه كيكه وعايزه اعمل الكلام ده. هقول لك يا ست البنات، عملت صينيه كيكه تسيبيها لحد ما تبرد تماما، وبعدين هتبداي تحطي طبقه رقيقه قوي من المربى عليها وتنزلي بالكريم شانتيه وتقطعي من فوقها فاكهه، تحطي مالتيزر، تحطي شوكولاته شيبس، اي حاجه عندك مفيش اي مشكله. حطيت كمية حلوة من الكريم شانتيه، والكريم ده كان عندي في الفريزر بيقعد بالشهر ما بيحصلوش اي حاجة طالما انت مغطياه كويس جدا. التزيين عايزين نزين حاجة بسيطة جدا. لو احنا مبتدئين او احنا ما عندناش امكانيات كتير في البيت فعايزين نزين تزيين بسيط قوي. طبعا انا لو هعمل الوصفة من البداية ما احطش كريم شانتيه، يعني ايه شوكولاتة، احط فانيليا بس، ده اللي كان متوفر عندي. اول بولة كده حطيت فيها كان عندي كنتالوب، قطعت الكنتالوب قطع صغيره وبدات كده ارصه بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا بقى ما عنديش كنتالوب، ممكن تسيبي البوله زي ما هي كده مفيش اي مشكله. عندك جيلي هتعملي الجيلي عادي وبعدين تسيبيه لحد ما يهدى وتضيفي طبقه على الكريم شانتيه هيبقى زي الفل. انا كان عندي مالتيزر وكان عندي شوكولاته شيبس، انا بحب الشوكولاته شيبس. او تاني بوله بدات كده ارش الشوكولاته شيبس بطريقه عشوائيه. البوله التانية بدات اعمل كده خط مستقيم من الشوكولاته شيبس
البوله الثالثه بدات كده احط على الجناب، وفي النص احط كنتالوب، والبوله الرابعه سبتها زي ما هي فاضيه. الله اكبر، حلقه اقتصاديه جدا وسهله. عملنا اعاده تدوير للكيكه، ما اخدتش معانا وقت، هنفرح الاولاد بدل الكيكه اللي قاعده عندنا مركونه، او لا قدر الله عملنا كيكه وما طلعتش معانا حلو. طبقات تحفه جدا، بعد كده ما تسقع في التلاجة بيبقى طعمها حلو. هسيبكم على فيديو جديد، وما تنسوش لايكاتي وكومنتاتي اللي زي